بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللي بيصبر على أمور الدنيا ربنا سبحانه وتعالى هيديله أجره من غير حساب، هيدخله الجنة بدون حساب. وكمان في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ربنا سبحانه وتعالى بيرفع منزلتنا، بيزود أجرنا. الصبر يا جماعة مفهومه كبير. الناس خلاص ارتبط في ذهنها ان الصبر، ربنا يعافينا جميعا يا رب، عند المصائب اللي هي عند الموت والمرض. الصبر على كل شيء. الصبر على الطاعة، ان احنا نواظب على الطاعة. وأمر أهلك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصبر على الطاعة، الصبر ان انا اداوم على الطاعة، الصبر ان انا اواظب على الطاعة وانتظر اجرها من الله سبحانه وتعالى. زوج مضايقك او زوجة مضايقاك، نصبر عليهم. اولاد تعبيني في تربيتهم، اصبر عليهم. اهل بيعملوا معايا مواقف بتزعلني او حاجة بتزعلني، اصبر عليهم. جيران تعبيني او مضايقني، اصبر عليهم. اي حاجة، عمل شاق، فقر، مرض، جوع، خنقة، ضيق، اكتئاب، غلاء، وباء، امراض، كل الحاجات دي نصبر عليها. نصبر ونتحمل. ننظر يا جماعة للفردوس الأعلى، للمنزلة العظيمة اللي عند ربنا سبحانه وتعالى للصابرين. نصبر ونجاهد ونكافح ونطول بالنا، ونعرف إنها دنيا مش دائمة، مش خالدة، مش هي دي دار الخلود، مش هي ديت الباقية اللي أنا هفضل فيها أبد الآبدين وخالدا فيها. دي مرحلة مؤقتة، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا دي عاملة زي إيه؟ شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا مثل راكب مسافر رأى شجرة استظل بيها مرحلة وقام يكمل سفره. هي الدنيا دي عاملة زي كده. سيدنا نوح شبه الدنيا بإيه؟ بدار لها بابان، دخل من باب وخرج من الآخر. يعني الدنيا ملهاش لازمة، فانية وزائلة. نهتم بالآخرة، نفكر بالآخرة. دايما لما تلاقي حاجة، أنا دايما لما بشوف حاجة جميلة قوي نفسي فيها، ما بطلبهاش من ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان ما انا ممكن هتجيلي وفي لحظه اموت واسيبها، ملحقش اتمتع بيها. لا، بقول اللهم ارزقنا الجنه. امال الجنه هتبقى شكلها ايه لما دي متع الدنيا وفلان او فلانه عنده كذا؟ ما شاء الله، اقول ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك للجميع، وما بطلبهاش ولا بتمناها. ليه؟ طب ما انا ممكن اتمناها في لحظه مش هلحق استمتع بيها. ممكن هتجيلي واعيش 50 40 60 70 مش هلحق اتمتع بيها. لا، بشوف حاجه جميله بقول اللهم ارزقنا الجنه. امال الجنه هتبقى جميله ازاي؟ فلان او فلانه ما شاء الله مستمتع بالحاجه الجميله دي، بالقصر او البيت او المال، طب مستمتع بيها في الدنيا، امال في الجنه بقى ربنا هيعمل لنا المتعه ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى هيعمل لنا النعيم ازاي؟ اللهم ارزقنا الجنه. ربنا يبارك للجميع. اللهم ارزقنا الجنه. نصبر ونحتسب اي حاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. كله تكفير ذنوب. وأي حاجة نصبر ونحتسب ونرضى ونقول الحمد لله وننتظر الجنة. احنا يا جماعة في مرحلة مؤقتة. احنا هنا عاملين زي اللي حد رايح زيارة في بلد مش عاجباه، عند حد من قرايبه او حد من صحابه، وكل ما يلاقي حاجة مضايقه يقول يلا اديني ماشي، يلا معلش مش مشكلة، اهي فترة هتخلص، اهي مرحلة بسيطة. هي الدنيا كده مرحلة مؤقتة وهتعدي وهتخلص. نصبر ونحتسب وننتظر الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى، ونشكر ربنا ونرضى بقضاء الله أيا كان، ونحمد ربنا عليه وننتظر الجنة. اللهم اجمعنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعلنا يا رب إن شاء الله في الفردوس الأعلى من الجنة. واشوفكم على خير، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، وبحبكم في الله واشوفكم على خير.